نرجو الهدوء، الصوت ده يطلع من عند الإعلام أكثر شيء. أولاً باسم أهالي كركوك، باسم إدارة كركوك، باسم مجلس كركوك، ترحيبنا العالي بالوفد الزائر إلى محافظة كركوك، وهي مبادرة من الحكومة الاتحادية للاطلاع على واقع كركوك لمساعدتنا في حل المشاكل، لدعم دوائر كركوك في مجال الإعمار، في مجال إعادة الاستقرار، وفي المجال الأمني. أولاً كركوك منذ فرض القانون تشهد استقرار أمني ممتاز، هناك تعايش سلبي ممتاز، وأيضا نتطلع إلى الإعمار ونتطلع إلى إعادة الخدمات للمناطق المحررة وإلى عموم المحافظة. شكرا جزيلا باسمنا جميعا للسيد رئيس الوفد والسادة أعضاء الوفد من الوزراء وكلاء الوزارات والمديرين العامين والهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات على هذه المبادرة لكي يعرفوا ما تحتاجه كركوك على الأرض، وسنقدم شرحا وافيا ولدينا برنامج كامل سنقوم بشرحه للوفد الزائر، فأهلا وسهلا بهم. ونترك الحديث للسيد رئيس الوفد، وإذا يحب أحد من السادة أعضاء الوفد أهلا وسهلا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد المحافظ. لقد جئنا بتوجيه من دولة رئيس الوزراء الأستاذ عادل عبد المهدي. أنا ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط، ومعي مجموعة من السادة الوزراء، الدكتور جمال العادلي وزير الموارد المائية، والدكتور لؤي الخطيب وزير الكهرباء، وبالإضافة إلى عدد من السادة وكلاء الوزارة، السيد الدكتور عقيل الخزاعي وكيل وزير الداخلية، بالإضافة إلى السيد طورخان المفتي أمين اللجنة التنسيقية بين الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات والمحافظات،